يا نجوم، في اخباركم ايه؟ معاكم فارس، ورجعت لكم فيديو جامد جدا زي ما وعدتكم اني اعلمكم 20 مهاره او اكتر كمان في فيديو واحد. والمهارات دي تقدر تعدي بيها من اي خصم ايا كان مستواه. وافكركم بحاجه مهمه جدا، ان رقم كل مهاره بيعبر عن الليفل بتاعها. فهنبدا بالسهل وهنتدرج بالصعب واحده واحده. وقريب ان شاء الله اعمل لكم سلسله كامله لتعليم الكوره من الصفر للاحتراف، من مبتدئ لحد محترف. هنبدا باول مهاره في فيديو النهارده، اسمها شينج سبيد. مهاره تعتبر بسيطه خالص، بس البساطه بتاعت المهاره ما تقللش الجوده بتاعتها، وهتنفع اول الناس اللي سرعتها عاليه. هتبقى من اساسيات المهارات عندهم. المهاره ببساطه، وانا داخل على الخصم والخصم داخل عليا، بالراحه 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 بغير اتجاه بسرعه معينه. تاني مهاره اسمها كات. زي ما اتفقنا المهاره اللي فاتت هيستفاد بيها الناس السريعه قوي، بس انت لو سرعتك قليله شويه ممكن تستخدم حاجه اسمها كات، سواء انسايد او اوت سايد. يبقى الخصم اول ما يقرب عليا بعمل كات اوت سايد لا انسايد. الخصم داخل عليا بعمل كات اوت سايد. يبقى الخصم داخل عليا تاني هعمل كات انسايد اهي. من اهم العوامل عشان اجيب الحركه دي بكل سلاسه هو التغيير المفاجئ في السرعه. تالت مهاره معانا في فيديو النهارده حاجه اسمها شولدر دروب. شولدر دروب بكل اختصار بستخدم تمويه كتفي في ناحيه واطلع الناحيه الثانيه. بميل بكتفي في ناحيه واطلع بالكره الناحيه الثانيه. الخصم داخل عليا بميل بكتفي في ناحيه واطلع بالناحيه الثانيه. عارف ان المهارات دي بتعتبر بسيطه شويه، بس ما استعجلش على الصعوبه. زي ما اتفقنا ان رقم كل مهاره بيعبر عن الليفل بتاعها. كل ما نعلى بالليفل كل ما المهاره هتزيد صعوبه. وعايز اوضح لك ان المهارات دي مبنيه على اسس تدريبيه موثوق فيها جدا. فتعلم المهارات ديت معايا واحده واحده، وبعدين اتدرج وتطور في المهارات. رابع مهاره في فيديو النهارده اسمها كرويف، طبعا على اسم الاسطوره يوهان كرويف اسطوره برشلونه. المهاره باختصار، اول ما الخصم يقرب مني بطلع بهوش واخدها بالناحيه الثانيه. الخصم داخل عليا اول ما يقرب مني ههوش واحط رجلي وبعدين اخدها بالقويه الناحيه الثانيه واطلع بالكوره. خامس مهاره في فيديو النهارده اسمها فيك شوت كات. الخصم داخل عليا بطلع بلمس لمسه لبره وبعدين اهوش واطلع الناحيه الثانيه. سادس مهاره معانا النهارده اسمها ستوب اند جو انسايد. بستخدمها اكتر حاجه عند الخط. بنكون انا والخصم على الخط بطريقه متوازيه كده، بكون ماشي بالكره هوقفها انسايد وبعدين اطلع بالرجل الثانيه. سابع مهاره معانا النهارده نفس سادس مهاره، بس دي اوت سايد، اسمها ستوب اند جو اوت سايد. انا والخصم بنكون بطريقه متوازيه بالشكل دوت، وانا رايح في الاتجاه الناحيه دي بطلع بالكوره هوقفها وبعدين اطلع اوت سايد برجلي الضعيفه الناحيه دي. تامن مهاره معانا النهارده اسمها لاكروكيتا. المهاره دي شبه السبعه بالظبط، بس ما بعملش رول بالكوره. الرول في المهاره اللي بعديها. الخصم داخل عليا باخدها ناحيه اليمين واطلع بالشمال المنظر ده. تسع مهاره معانا النهارده هي ادفانسد. المهاره اللي فاتت اسمها رول لاكروكيتا. الخصم داخل عليا اهوت بعمل رول واطلع. يبقى زي ما اتفقنا المهاره دي كنا بنسميها زمان حاجه اسمها السبعه. عاشر مهاره معانا النهارده اسمها شولدر كروس ستيب اوفر اوت سايد. الخصم داخل عليا بعمل كروس اوت سايد وبعدين بطلع بالناحيه الثانيه. وانا داخل على الخصم بعمل كروس شولدر بتاع الناحيه دي اهوت وبعدين اطلع الناحيه الثانيه. المهاره ال11 في الفيديو النهارده زي المهاره اللي فاتت، بس بعمل انسايد اللي هي ريفيرس. الخصم داخل عليا بعمل ريفيرس هيجي معايا الناحيه دي واطلع الناحيه الثانيه. نعمل مهاره سريعه شويه. الخصم داخل عليا بخش بعمل ريفيرس وبعدين اطلع الناحيه الثانيه. المهاره ال 12 معانا النهارده اسمها بوش اند جو. المهاره دي بستخدمها لو انا حاسس ان الكنترول بتاعي هيضيع من الكوره، وبستخدمها اكتر في نص الملعب. يعني الكوره لو بعيده عني شويه والخصم اقرب ليها بجري بلمسها جنب المدافع واجري الناحيه الثانيه. يبقى الخصم اقرب للكوره وانا مش هقدر اعمل عليها كنترول ومفيش وقت ومفيش مساحه. المهاره ال 13 في فيديو النهارده اسمها ذا رونالدو شوب. بستخدمها اكتر لو انا على الخط، لو ما قدرتش اعمل ستوب اند جو ومفيش مساحه او ايا كان، بعمل حاجه اسمها رونالدو شوب، اللي انا بجري بالكره وبخش لجوه الملعب. اعملها قدامكم دلوقتي. الخصم قريب ومش هقدر اعمل ستوب اند جو واحنا ماشيين بالكره على الخط، بعمل كده واخش جوه الملعب. المهاره ال 14 في الفيديو بتاع النهارده اسمها فيك كات باك. برضو بستخدمها اكتر حاجه عند الخط. بطلع لمسه صغيره كده وبعدين اخدها كده واجري على الخط. يبقى انا بعمل فيك لمسه كده وبطلع بسرعتي الناحيه الثانيه.
هنبدا المهاره ال 15 فيديو النهارده، هنبدا نطور شويه وندمج المهارات اللي فاتت مع بعضيها. المهاره دي اسمها فيك لاك روكيت. الخصم داخل عليا بعمل فيك شولدر الناحيه دي، الخصم داخل عليا بعمل فيك شولدر الناحيه دي، الخصم هيجي معايا الناحيه دي، وبعدين اعمل لاك روكيتا اللي هي رول، بطلع كده وكده. نعملها سريعه اكتر عشان نبين الحركه. وطبعا اقدر انفذها على الرول لاك روكيتا او اللاك روكيتا لوحدها. لو هعمل اللاك روكيتا لوحدها الخصم داخل عليا بعمل شولدر وهي وهي. هنيجي للمهاره 16 فيديو النهارده، طبعا ومحبوبه الجماهير الالاستيكو. الاستيكو بتعتمد ان انا تغيير اتجاه، بطلع بجنب والجنب التاني. اشرحها لكم بالتفصيل دلوقتي. الخصم داخل عليا بطلع كده كده بالمنظر ده. ودلوقتي هنخش على المهاره 17. طبعا ما اقدرش اشرح الالاستيكو وما اشرحش عكسها اللي هي الريفيرس الاستيكو. الريفيرس الاستيكو عكس الاتجاه، كنت بطلع بالخارجي وبعدين الداخلي، لا انا دلوقتي الخصم داخل عليا هطلع بالداخلي وبعدين الخارجي. هطبقها قدامكم عشان تبان اكتر. الخصم داخل عليا بطلع كده كده. هنيجي للمهاره 18 حاجه اسمها الالكات. لو فاكرين في نص الفيديو قلنا في مهاره اسمها بوش اند جو، اللي هو مفيش كنترول او الكره بعيده عني والمدافع هو اقرب لها، بدفع الكره من جنبه واطلع الناحيه الثانيه. الالكات نفس النظام، بس انا بدل ما اعمل اوت سايد بالبوش اند جو في نص الملعب اللي عملناها، لا انا بعمل انسايد واطلع الناحيه الثانيه، بعمل حرف ال. يبقى الخصم قرب مفيش مساحه اعمل كنترول بيها على الكوره، بجري 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 والخصم هو داخل بلمس لمسه كده واطلع اعمل حرف ال. المهاره 19 فيديو النهارده حاجه اسمها دراج ستيب اوفر. دراج ستيب اوفر انا الخصم داخل عليا بلمس لمسه واعمل ستيب اوفر، هيطلع معايا الناحيه دي واطلع الناحيه الثانيه. المهاره ديت حاجه ادفانسد شويه للستيب اوفر، بلمس حاجه اسمها دراج اهي لمسه كده، وبعدين هطلع الناحيه دي وبعدين اطلع الناحيه الثانيه. اخر مره في فيديو النهارده حاجه ادفانسد ليفل 2 في ستيب اوفر، واسمها 1.5 ستيب اوفر. المهاره متقسمه لثلاث اجزاء. الخصم داخل عليا اول حاجه اعمل ستيب اوفر، وبعدين هرمي شولدر الناحيه الثانيه، وبعدين اطلع في الاتجاه المعاكس. طبعا زي ما قلت لكم ان في اخر فيديوهات تعليم المهارات هنختار تمرينه واحده خليكم تزودوا التحكم في الكوره ويساعدكم تعملوا الحركات دي بكل سلاسه. اول حاجه هرص الايماع قدامي بالمنظر دوت او ايا كان اللي معاك، مش شرط ايماع يعني، اهم حاجه حواجز تقدر تعدي منها. هبدا بنقطه البدايه من عند اول حواجز، هطلع يمين او شمال سواء كنت بلعب برجل اليمين او الشمال. لو بلعب باليمين طبعا هطلع باليمين، لو هلعب بالشمال هطلع بالشمال. انا بلعب باليمين فهطلع باليمين، هطلع باليمين واثبتها. انا ثبتها هنا الناحيه دي هطلع بالشمال، اطلع بالشمال الناحيه الثانيه واثبتها. خلاص انا بقيت في الشمال يبقى هطلع باليمين، هطلع باليمين واثبتها. انا بقيت في اليمين يبقى هطلع بالشمال، هطلع بالشمال واثبتها. هطلع باليمين واثبتها وبعدين اطلع بالشمال واثبتها. هلف وشي وهعكس الناحيه الثانيه. انا بدات هناك باليمين، الناحيه دي هبدا بالشمال، هطلع بالشمال واثبتها وبعدين اطلع باليمين واثبتها، اطلع بالشمال واثبتها وبعدين اطلع باليمين واثبتها وبعدين اطلع بالشمال واثبتها وبعدين اطلع باليمين واثبتها. هعمل التمرين دوت لمده 30 ثانيه. وطبعا زي ما اتفقنا ان التمرين دوت هيساعدني ازود واطور تحكمي في الكوره. عايز افكركم ان الفيديو ده لو نجح هنكمل المهارات، هنوصل لاكتر من 100 مهاره ومعدل شرح اكتر من 20 مهاره في الفيديو الواحد. فتابعني وفعل زر التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد.